في ليلة من الليالي المظلمة كنت راجع من شغلي متأخر زي العادة. الجو كان غريب والشارع فاضي تماما إلا من صوت خطواتي على الرصيف. وصلت قدام بيتي وفجأة حسيت بحاجة غريبة، زي إن في حد ورايا. لكن لما اتلفيت مفيش حد. قلبت الباب وفتحت ودخلت البيت بسرعة. حطيت الشنطة على الطاولة وقررت اخد شاور واريح شوية. وانا واقف في الحمام حسيت بشيء غريب تاني، حاجة بتحرك ورايا في المراية. اتلفيت بسرعة لكن مفيش حاجة. جريت في المراية وكان في نفسي حاجة غريبة، زي شعور إن في حد بيشوفني أو إن في حاجة ورايا. في اليوم اللي بعده بدأت ألاحظ إن في حاجة مش مظبوطة. كل ما كنت أمشي في الشارع كنت حاسس إن في ظل دايما ماشي ورايا، مش قادر أشوفه لكن كنت حاسس بيه. كان زي ظلي بالظبط بس أكبر، أكتر سوادا وأقل وضوحا. في يوم من الأيام قررت إن لازم أعرف سر الظل ده. قعدت في البيت وبعد ساعتين سمعت صوت خفيف جاي من جوه البيت. رحت بسرعة ناحية الصوت، لكن كان في حاجة غريبة في الجو. كان في ريحة غريبة واهتزازات مش طبيعية. فجأة لقيت الظل ده قدامي، كأنه شخص واقف قدامي بيمد إيده ناحية. وحسيت بقلبي بيخفق بسرعة لكن مش قادر أتحرك. الظل بدأ يقترب أكتر وأكتر، ومع كل خطوة كان الظل بيكبر. حسيت إن ده مش ظل طبيعي، ده حاجة مش بشرية، حاجة مش من عالمنا. كان الصوت بيزداد وضوحا لحد ما لقيت نفسي في دوامة من الرعب، مش قادر أهرب ولا أتكلم. وحينما حاولت أهرب لقيت الظل في كل مكان، في الزوايا، في المراية، وفي كل خطوة بخطوها. وكل ما حاولت أنسى كان الظل يظهر أكتر وأكتر. في لحظة أدركت إن الظل ده مش هيرحل، وإنه مش جاي من أي مكان تاني، ده جاي من جوه.